السلام عليكم متتبعي الكرام، ومرحبا بكم في قناة شهيوات بلادي مع زكريا. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم لاصوص طوماط او مطيشه ديال الحك، كتجي اكثر من رائعه بدون مواد حافظه بلا ملون اصطناعي، بواحد المكون اللي كيجيبها رائعه في اللون ديالها كيف ما شفتوا حمراء، وغير بوحده تستعملوها في الحريره بلا ما تزيدوا معاها المركزه، وكتجي الحريره ديالها رائعه واللون كيجي احمر. كنتمنى تبعوا معايا الفيديو الاخير، ولا عجبكم ما تنساونيش من البارطاج والاشتراك مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده. ونبداو دائما بالصلاه والسلام على رسول الله. هنايا عندي 5 كيلو ديال الطماطم او 5 كيلو ديال المطيشه. انا اختاريت هذه حمراء، تكون حمراء مزيان. كل ما كانت حمراء كل ما كتكون المطيشه ديالنا غادي تجي داك لاصوص حمراء مزيان. انا اختاريتها هنا صغيره. كل ما كان كنذكر كل ما كانت مطيشه حمراء غادي تجي هاد لاصوص غتجي زوينه. صافي انا غسلتها مزيان ورقدتها في الماء واحد ساعتين مزيان وغسلتها، وعاد استعملتها هنا في واحد الطنجره ديال الضغط، وغادي نخليها وكنشعل عليها النار او البوطه غير قليله، وكنتطلق الماء ديالها. هي راه مطيشه فيها كميه كثيره ديال الماء، ما تحتاجوش ديروا الماء بصفه نهائيا. انا ما حليتها ما والو، هكا طلقت الماء بكثره. غنخلي النار تكون غير قليله وكان حتى طلق لنا الماء، وعاد باش نرجع معكم المراحل الاخرين. عندي واحد المكون اللي غادي يخليها تجي حمراء بكثره، وغادي تزيد تطلق الحموريه. عندي هذا هو المكون. هنا عندي كاين اللي كيقول له، حنا كنقولوا له الباربه، وكاين اللي كيقولوا له الشمندر. هذا هو كيف ما شفتوا انا وريته لكم، هو مازال ما مقطع ما منقي. هذا هو كيكون على هذا الشكل. هذا راه كيطلق لنا اللون وكيجيب لنا مطيشه بنينه. غير استعملوها وغادي ترحموني عليها، كتجيب مطيشه غزاله ما شاء الله. صافي هنا مطيشه من بعد ما طاحت مزيان وطلقت الماء. شوف شحال الماء، الكميه كثيره ما فيهاش الماء بصفه نهائيا، غير الماء ديال المطيشه. صافي انا حكيت داك الباربه وغادي نضيفها هنايا في مطيشه. شوفوا اللون مازال يعني ما عاد كتبدا تغلى. شوفوا ما شاء الله اللون ديالها، اللون طبيعي، وفي نفس الوقت راه هاد الباربه او هاد الشمندر راها صحيه، كتزيد يعني راه مزيانه لفقر الدم، مزيانه بزاف ديال الحوايج، وكتحل الشهيه. صافي هنا من بعد ما طابت درتها في هذا المكان هذا باش يبرد، وكان يبرد تماما. شوفوا اللون ما شاء الله، اللون روعه. يعني ما نحتاجوش شي ملون اصطناعي باش نديروا هاد المطيشه تزيد تطلق لنا اللون، غير اللون طبيعي وصحي في نفس الوقت. صافي هنايا غادي نميكسيه مزيان. راني وكان خليتها مجهده عليها النار حتى وكان تشربت الماء، باش ما يبقاليش انايا هاد لاصوص يكون او هاد المطيشه هادي باش ما تجينيش جاريه. ما عندناش نحتفظوا بالماء، وكان نخليوها غير قاصحه احسن. صافي طحناها مزيان وغادي نصفيوها، ضروري نصفيوها باش ما يبقاش معنا الزريعه ديالها. شوفوا اللون، شوفوا ما شاء الله، اللون احمر حمر بحال ديال الدم. صافي انا غادي نصفيها حتى وكان نكملها كامله. كيبقى لي غير الزريعه وداك الجليدات اللي ما كيطحنوش، كتجي بحال الطماطم المركزه تماما. صافي غادي نستمر حتى نطحن المطيشه كامله ما يبقاش تماما، وغادي نصفيها. شوفوا بقات غير الزريعه وداك الجليده ديال المطيشه من بعد ما عصرتها مزيان. انا تنقرب لكم باش تشوفوا تعصرت تماما وعطاتني واحد الكميه ما شاء الله كثيره. شوفوا اللون ديالها، راه النتيجه 100% غادي تنجح معكم. تبعوا غير هاد الطريقه، ديروا لها هاد البربه او هاد الشمندر. اللغه العربيه تيقولوا لها بالشمندر وحنا تنقولوا لها البربه. شوفوا اللون. الا بغيتوا تزيدوا تختار على هكذايا وما تاخذ لكمش مكان كتير في الكونجيلاتور، ممكن تزيدوا ديروها على النار وكان حتى تختار مزيان. انا اكتفيت بها بهذه الطريقه هكا، راه اصلا هي خاطره. صافي غادي نملأها في القراعي. شي درتو في هكا في القريعات، وشي درتو غير في البلاستيك. في البلاستيك دغيا تيدوب معنا، وفي اي لحظه تجبديها وتستعمليها زعما. صافي هكذايا، وكان حتى نعمر القريعات كاملين. راه ما شاء الله كتجيبيها الحريره المذاق ديالها غزال، واللون ما شاء الله، اللون راه واضح بلا ما نزيد انا نشرح.
ما شاء الله ما شاء الله. كنتمنى ديروا لي لايك واشتراك اللي مازال ما اشترك في القناة، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، فضلا منكم وليس امرا. وهنايا الكميه اللي بقات لي هنا استعملتها هنا في البلاستيكات، وغادي نستعملها بهذه الطريقه في هذا البلاطو في المجمد، وكانت تجمد معنا باش تبقى لي هكايا بحال مطلوقه بهذه الطريقه، باش كتجي ما كتاخذليش البلاصه في الكونجيلاتور، وكتجمد هكا بهذه الطريقه. انا كنستعمل دائما اي حاجه كنستعملها بهذه الطريقه باش ما تاخذليش مساحه كثيره، وفي نفس الوقت كتذوب معنا ملي كنبغي نجبدهم كتذوب معايا بسرعه. شوفوا انا استعملت هذه غير صغيره، شوفوا كتجي خاتره واللون ولا اروع ما شاء الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي اليوم. راه كتجي بحال المطيشه ديال الحك تماما، لا في اللون ولا في الختوريه. لا بغيتو تزيدوا تختروها يمكن لكم تزيدوا غير تشحروها شويه فوق النار وغادي تزيد تقصح معانا. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسونيش من اللايك ومن التعليق كتحفيزي القناه فضلا منكم وليس امرا. وكنقول لكم الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.